الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصدق كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يباركنا أينما كنا وأن يجعلنا مما أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد، كبرات إخواتن حاتن نيلومي درسنا في قصال الزخونة كتاب نيسالا كوينو ملخص الفقهي مع شيخنا شيخ فوزان حفظه الله. ثالثي كفال كفوني ثالثي كفال باب فيما يحرم على محدث مزاولته من الأعمال. ثالثي كفال باب فيما يحرم إسلامي ويكان إسلاميتي ذكر كولو نقرات على محدث حدث الأكبر كخوني خيل ويكا حدث الأصغر محساب زدليو نقرات ويكا وضو زدليو نقرات سرحات ذكر كولو نقرات كخوني نايلو مدرسنا. هناك بعض الأعمال قالوا سرحات التي يحرم على المسلم، قالوا سرحات نخسرحو زخر كلكا نإسلامي إذا لم يكن على الطهارة. الطهارة نحليل زخر كولو نقرات اللو هذا إسلامي كقبرو زي قبو نقرات كساب أن يزاولها الطهارة قوينو وي كحساب زلوه ويكاوذو زلوه نقرات كي قبرن كله زخر كولو نقرات اللو وذو ويكا زدليو نقرات ويكا نحساب زدليو نقرات نحقيرو جن اتي تخلكلو زنبر نقرات كقبر اللو لشرفها ومكانتها. اتي نقرات كتكبرو زقباكا بزي تحارة بمستحارة كتكبرو زقباكا بزي تحارة نقولو حاضر كلكا نقرات دايو بوتا ناتا كبرت ناتا سلزلو اتي تقبرو سرحات كبرت سلزلو حبي بوتا خا اب رب سبحانه وتعالى سلزلو. وهذه الأعمال نبيها لك بأدلة زين سرحات كا بأدلة مسرت كا كن قلت أنا يبل حفظه الله لتكون منك على البال. هذا إسلامي ويكا إسلامي تخا بدليل مسرت مخفته فلا تقدم على واحد منها إلا بعد تحيي له بالطهارة المطلوبة. حنت نقرات تقبر نحركوين كان تايو بزي طهارة زغر كلا كان نقرات نتايو طهارة غيركا كتقبرو زلكا خا كن قلتنا طهارة مسكبركا خا اب طهارة نحرا لها خا مسن كتقبرن عليكا. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على محدث. فلت حوي حفتي بمسلمنا أن هناك أشياء تحرم على محدث. قال نقرات نتي حدث قبره ويودو زفرسو ويكا محساب زدريو نقرات تقول كله نقرات سواء كان حدث الأكبر أو أصغر ويكا ودا زدريو يقول ويكا محساب زدريو نقرات. وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. قالوا انتايو قدن كتحسب لك كي تحسب كها كتكبرو زي فكرة كان قرات كها الله. هذا فالأشياء التي تحرم على محدث أي حدثين كلتيو حدث
حدث الأكبر يكون ويكا حدث الأصغر ذكر كله نجارات إن شاء الله حدا بحدا كنقصنا قدامي مس المصحف الشريف كتاب مصحف الشريف قرآن كم مجمع تقسم مود أتا قرآن زلو ترجم زلو زي كونه تيدا قرآن ترى زلو زي ذكر كله سب كما مخانو إن شاء الله فلا يمس هو المحدث بدون حائل لقوله تعالى سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر سورة الواقعة آية 79 مصحف الشريف قبور زربنا رب سبحانه وتعالى زحاز حاد إسلامي ويكا أحانت إسلاميتي بزيت أحارا حزو هاي فكرين فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أبزي كل التريتوتات أهل العلم رحمهم الله قال يوم ما يحرم بهذه الدليل مزيع آية وسيدو ويكا حديث هو حديث ضعيف لا يمسه القرآن إلا طاهر وهذا حديث ضعيف سلازخنا حجة قبره أين خلنا جن أبز خلاف له سورة الواقعة آية 9 لا يمسه إلا المطهر أبزي قال أهل العلم انتايلو زي ندق سبا يكون نزمرك انتايم تيوم مطهرين هم الملائكة قال يوم أهل العلم قائلهم لا زي ندق سبون يماليش ملائكات راي زي كونه ندق سبون يمالي التقوينو تي قوين حواتي إذا مصحف الشريف هو كلام الله سبحانه وتعالى زربانا رب سبحانه وتعالى زحدش كبر يخا إذا كبر زخونه زربانا رب سبحانه وتعالى خا أبتحارا خوينكا ختحزولك أبتحارا خوينكا ختحزو عليك أي مطهر من حدث الجنابة أو غيرها وي جنابة ويكا ودو زفرسو أخوون يخل على قول بأن المرد بهم مطهر من البشر قال أهل العلم رحمهم الله خمس تقول أسكوان تعيب قال سبات مطهرون هم البشر تقصبات يوميلهم قال يوم وهناك من يرى أن مرد بهم الملائكة ملائكة الكرام قال سبات انتايب تيوم مطهرون أبزي الله سبحانه وتعالى قال هم الملائكة يوم إلهم أمسنتها يردعنا وحتى لو فسرت الآية بأن مراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلا إشارة وكما ورد في كتاب الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم لقوله لا يمسه القرآن إلا طاهر رواه النسائي وغيره متصلا انتايب الشيخ حفظه الله تي لا يمسه إلا المطهرون إلوز قلصو الله سبحانه وتعالى ولا ملائكة خنا ندق سبكا يمركتي يبل كمت رسول عليه الصلاة والسلام يمن أزحف كسدد كله استزاربه وهذا حديث إذا حديث لا يمسه القرآن إلا طاهر قال أهل العلم انتايبلو وهذا حديث ضعيف إذا حديث ضعفوه ولكن كمت صحيح زبلوا أهل العلم متصلا وغيره متصلا إذا حديث متصل ولكن قال صحيح يبلوه قال أنك ضعيف يبلوه في هذا فيه خلاف عن تضعيف عن تصحيح التقبر زقنا زربانا رب سبحانه وتعالى بين دحركينو القرآن بين تراين دحركينو تايو بزيت حارة كتحاز يبلو وقال ابن عبد البر مالكي رحمه الله إنه أشبه متواتر لتلقي الناس له بالقبول يبل عبد البر مالكي رحمه الله إنه أشبه متواتر
زي زربا لا يمسه القرآن إلا طاهر زبل زربا متواتر بزحات علماء نابئهم كيدم يبل رحمه الله لتلقي الناس إليه بالقبول بزحات سبات ون نذي زربا خاص نستقبله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منع المسح مس المصحف لغير متطهر هو مذهب الأئمة 4 رحمه يبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتايو التمسحف بزيت أحارة فتحجز يبل كان زبل هذا مذهب الأربعة خلاف يلنا منقى مذاهب الأربعة تيوم فلوتاز قولوا الحناف يقولوا ولا شافعية ولا مالكية ولا حنابلة إذ يوم زيت السماء معول الزربائي يبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن هبيرة في الإسفاح أجمع يعني أئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى كلامه رحمه الله. خفتم علماء من العلماء رحمهم الله متقدمين طيبين ابن هبيرة زبل في إسفاح زبل كتاب أجمعوا كلهم علماء أئمة 4 رحمهم الله حادريت له لا يجوز لمحدث مس المصحف التي حدث زلو أسكر يكون ويكا أكبر مصحف الخحز أي فقدون يبل ولا باس أن يحمل غيره متطهر المصحف في غرفة أو كيس من غير أن يمسه وكذلك لا باس أن ينظر فيه ويتسفعه من غير المس. جن نتمسحف كي حاسكا بإيدكا وي بمتحز غيركا بشرق ديو ويكا بخالة كتريون كتنبوبون جن تأجم يلن يبلو كتريو ويكا كتنبوبون جن تأجم يبلو أهل العلم رحمهم الله. أبزنتا يبلو أهل العلم رحمهم الله ممكن قال نستيتي أفتي هذا ويكا أفتي حد يكون ابن فاس النحر الله نت القرآن كتم محر النحدريا ويكا كتمهر النحدريا أبزهم الذات كبر الله يبلو أهل العلم رحمهم الله بحاجة عادات نختم محر النحر كوينا نختم مهر النحر كوينا أبزهم انتايو نحاجة تفزو سلزلا خلكلانا قرات تحيد سلزلة النفاس سلزلة لا كتم محر يبلان كتمهر يبلان كنبلان خلين يبلو رحمه كتم محر نحر زي كوينا كتمهر نحر زي كوينا جن كتحزو يبلان يبلو أهل العلم رحمهم الله جميعا. زحاله كلاي ويحرم على محدث الصلاة فردا أو نافلة حدث الأصغر يقول ويكا حدث الأكبر ويتصبو زقبو ويكا أودو زقبو نقرات انتايو كقبر كسجد أكادني بزي ودو سجد أكادني كي تحسبون كسجد أكادني جنابة له ودو اندحر غيرو اتي ودو ولا حانتي تقمين قدن كحسب له دحريو ودو قبران فرد يكون ويكا سنة كسجد أي في كل حدث ودو اندحر فريسو ويكا جنابة اندحر له قدن طهارة كقبر له دحريو كسجد له فرد يكون ويكا سنة وهذا إجماع أهل العلم زربها كلهم أهل العلم رحمهم الله زي سما معولو زربعي إذا استطاع طهارة اندخ عليه ودوخ قبر اندخ عليه كحساب اندخ عليه زقدفة صلاة انت سجده وهذا صلاته أي تقمله فردي يكون ولا نفل أقدم رب سبحانه وتعالى تقبلنا تيبلان قال سجد يبلو قدن طهارة قبر له طهارة مس قبرها سجد له كم رب سبحانه وتعالى في سورة المائدة آية 6 قالته انتهي لنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر الآية. طيب لنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أتم زعما كسجدوا تدليكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. زي أعداء الأربعة تبهلوا الصواع انتايو حصروا كزنا داونا خمخا أقرنا خمخا رأسنا قصنا أفنا فنجانا اللوا رأسنا إذنن رأسنا اللو إذنا يمانين تقامنا اللو أقرنا خاء يمانين تقامنا اللو أزي ودوخي قبرنا انتايو أب صلاة كنأتو عين خير جن بحمام مقنيات ودوخ قبر ذيك عليه تقام زلوه ما يسعنا جن هذا تيمم كم تقول احنا نفض نأتي بوتانا ما يزحز تيمم نسو غيرو كسق تحارا قبرالو تحريو كسقد علو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الله سبحانه وتعالى صلاة ناتو تقبل نتيبل الحادثة بزي تحارا اندحر سجيدو بزي وضو اندحر سجيدو بزي تحارا اندحر سجيدو كم حديث أبو هريرة رضي الله عنه زقلته رسول عليه الصلاة والسلام تايبلو لا يقبل الله صلاة بغير طهور بزي تحارا رب سبحانه وتعالى تيال سجد صلاة أبقر ربي تقبل النات يبلا قموها قال حديث تايبلو الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودى. الله سبحانه وتعالى حادث التي ودنا تفرسو ويكا جنابا زلوه كساب زحصة ويكا كساب ودو زخون زقبر انتايو اتي صلاة ناتو تقبل نتيو انت سجدو بزي ودو بزي تحارا انت سجدو أبقر من رب سبحانه وتعالى تقبل النتيو بالله قدن بزي ودو سجدا ويكا جنابا نقول سجدا قدن كدقما له فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع قدرة عليها ولا تصح الصلاة. هذا اسلاميتي بزي طهارة سجد أي في قدني كده تنحر له طهارة قبر ودو قبر ندخ عليه انت سجدوا صلاة ما تتقبل نتيجة شرط من شروط الصلاة انتايو ودخلوا شرط من شروط الصلاة إن شاء الله شروطنا الصلاة مسمعنا صبغيرنا كنقص عينا أبزقن انتايو طهارة زي بالكا كسجد أي تخيلنخا انت سجد كون اتي الصلاتنا كون قنعتي أي كونت سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا. هذا سب كيف لته عند فلته يكون رسيعو ويكا كيرسع بزي ودو ندحر سجيدو أنا رسيعيو بزي ودو سجيد جدا اتي الصلاة ناتي كدق مالك كيف لتكو بزي ودو سجيده صلاة يقبر ليو صلاة تقبر نحب دخا ودو يدريو دي عيدريون كيف لتكو سجيده جدا ودو غيرك سجد عليك عند فلتكو يفلت ايه عند فلتكو نحر غيره جدا اتيا طهارة كقبر علني دحريو اتي صلاة ناتي كقبرو علني. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يسمى. هذا سبب كيف ذاته ويكارسي عند حركينه لا يسمى رب سبحانه وتعالى حتى هذا تفلت زي كله زرسة عند حركينه
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الله سبحانه وتعالى زبره جن إن دافلته عمدا زجبره وهذا آسم لكن لا تصح صلاته كيف لا تسيحوا بزود والسجدة انتايو زنبي يقولون جن اتيا صلاتنا تكون اتيا القلات اندافلت عمدا زجبره جن وهذا آسم ويحاسب أمام الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى حسبه عمدا زجبره نحرقينه دافلته نحر قبل نحرقينه وهذا اسم علوه ذنب اللوه أم قدم رب سبحانه وتعالى حدد ثالثاي يحرم على محدث طواف بالبيت العتيق هذا اسلامي كل يخونو طواف بالبيت العتيق بيت العتيق أبيو المكة بيت الكعبة طواف كجبر يخد كله طهاران حرزيبول لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه كلام انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطواف بالبيت المكة الكعبة انتهى كم صلاة بزي ودو أيسجدنها طواف كعب زي ودو طواف هيتكبرنا إلا أن الله أباح فيه كلام أبزي طواف كن كتزارب تقعدها أب صلاة كن لا التفل لي ناي طوافن صلاة انتايو أب صلاة زرباي فكادينيو أب طواف كن كتزارب يكعد كم ترسل عليه الصلاة والسلام يقولوا الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه كلام الطواف البيت مقبر كم صلاة سقبوا ودتات كبر مابديو جن زربها يفكدك وقد تودع النبي عليه الصلاة والسلام للطواف الرسول عليه الصلاة والسلام طواف كقبر مسلليو ودو غيره وصح عنه صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام تايو نخو قبرو خا تفقيدو صح عنهم صحيح كوينو التحديث زربا زمته تاي الرسول عليه الصلاة والسلام طواف قبرو نحد اليوم ودو خمس قبرو زنبر أنه منع حائد من طواف بالبيت حتى تطهر من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقلت أتو انتهي لما الرسول عليه الصلاة والسلام أبحيد نقول أمنا عائشة لما الرسول عليه الصلاة والسلام افعل كل شيء إلا الطواف كل نجرات كبري التحاجز قبره كل نجرات كبري بزيك الطواف قال جن كل نجرات كبري لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أمنا عائشة رضي الله عنها زوجته كل ذلك مما يدل على التحريم الطواف على محدث حتى يطهر زي أحاديث كأن تيرد أن أحواتي حادثة طهارة زي بلو طواف كجبر كم زي فقر انت غيرها تطواف ناتخا جيغا مخانو نفلت بذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام زبالته مما يدل على التحريم على محدث حدثا أكبر لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا النساء أي لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا ما روى طريق فمنع من دخول المسجد لبقاء فيه يعتس منعه من طواف من باب الأولى. طيب المؤلف حفظه الله كم رب سبحانه وتعالى سورة النساء آية 43 يا أيها الذين آمنوا أتمزى أمنكم لا تقربوا صلاة أي تكبروا ويك أنا بصلاة تقربوا وأنتم سكارى سخير كان كلها حلوات كانت فيها كلها
ناب صلاة أي تقرب حتى تعلم كساب انتاي كم تقبل زي لخا كساب تفلت انتاي تقبل زي لخا كساب تفلت انتايو ناب صلاة أي تقرب ولا جنوبا إلا عابر السبيل ولا أبجنابان بحر اللخا نابتي مكة يخون ويكافتي سجود بوتا قد قرب كم زي بلكا إلا عابر السبيل بتي حلافي مجد اندحر كوينو مسجد كي أتوقن بتي كباب مسجد اندحر كيلو جن سأقام يقولون يقول رب سبحانه وتعالى أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنوب مسجد أي تؤتوا جنابا كلكم إلا ما روى طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب الأولى معنات مسجد مؤتاو يخد كل اندحر كوينو انتايو الأولى الطواف يبل شيخنا الشيخ فوزان حفظه الله وهذه الأعمال تحرم على محدث سواء كان حدث الأكبر أو أصغر إذا قلتنا انتايو حدث أصغر يكون ويكا أكبر دخل كولونا قرار وأما أشياء التي تحرم على محدث حدثا أكبر خاص جن قالوا حدث الأكبر جنابة زلوه دخل كولونا قرات كا كن قلت إنه حدث ما يحرم على محدث حدثا أكبر قراءة القرآن وهذا فيه خلاف قرآن نقر يخر كله وهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله لحديث علي بن طالب رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة عن قرآن شيء يبن علي بن طالب رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن يقول كلنا قرات يلل بزيكا جنابة نحر له أي قرآن نير وهذا بذا حديث انتهي خلاف بين أهل العلم له كده التريثوتات قال يوم يلوم هذا على تنزيه على التحريم زي كونه على كراهة أي فتون مالت انبر كل يكون قال أهل العلم قال يوم قاعة انتهي يقولوا لا على التحريم مالت يخل كريم قرآن تتقرأ جنابة نقول لها قرآن تتقرأ يخل كايو يبلو ولكن التقوين اتي انتايو حادة اسلامي كغر اندحر كوينو على كاب جنابة حساب الله كاب جنابة كحساب الله وضو اندحر كيرو تزبلته وضو اندحر كيرو قدن اي كونان عادتي هذا والله أعلم ليس جنابة رواه الترمذي وغيره ولفظ الترمذي يقرؤون القرآن ما لم يكونوا جنوبا قرآن يقرؤون نيرو جنابة اندحر زي بلو جنابة اندحر اللهم جن قرآن أي قرؤون نيرو فهذا يدل على التحريم قراءة القرآن على جنوب زي حديث يقول شيخنا حفظه الله يدل على التحريم قراءة القرآن زي أحاديث تايو جنابا دحر له حدثب نقرأ ذخر كل يوم وبمعناها حائد والنفساء حانتي كون سيتي أب حيد دحر الله ويكا أب نفاس دحر الله ودتبعتين حبينها أب جنابا دحر له خصاب الحساب انتهي حكم ولكن رخص بعض العلماء قال أهل العلم قد أفكيدهم كشيخ الإسلام للحيد أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيان أنت كون سيتي أبحيد النحر الله ويكا أب نفاس النحر الله والقرآن نخيت أفعان نحر فريحاكين كتقرأ تخيله يبلو كانت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحابه قال أهل العلم زخدوا أنت كون سيتي أبحيد الله كتقرأ يبلنا قلب عين خادم على القرآن نخيت أفعى ويكا ننفسان محفاظ فيه شياطين الإنس والجن مع الدنيتن قال سون فلا عندك كنستيو حاتيقهم زلو نخطفوه ويكا زحمون نزين مكلا خالقين كتقرأ ويكا نخيت أفعى قرأ أبزي ساقا يا بالله أتي ودي تبعتاي كنا بجنابان حرالو قد
حسابه قرآن خقر اندحر دليل. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وفق القرآن إن لم يقصد القرآن. ግን ነቲ ቁርኣን ዝሰማማዕ ዘረባ ክቀርእ ይኽእል እዩ ቁርኣን እንድሕር ዘይኮይኑ ንዑ ዝሰማማዕ ዘረባ ክዛረብ ፀገም የብሉን ይብል ሓፊظه الله. وعلى وجه الذكر أذكار قبل نحدلو مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. رسول عليه الصلاة والسلام أذكار يقبرون إيرو عندكم سيتي أذكار تقبر نحرقينا خافت القرآن ديو ويكا خافت أحاديث وسيدات أذكار تقبر تخيرها بز حديث وسيدهم أهل العلم قوم يبدو رحمهم الله جميعا. كلاي ما يحرم على محدث حدثا أكبر من جنابة أو الحيض أو النفاس لبث في المسجد بغير الوضوء. عندكم سيتي أب حيض النحر الله ويكا أب نفاس النحر الله هذا ولد تبعتك أب جنوب أب جنابة النحر الله أم مسجد فوق كفل أي في قدري أم مسجد من جنابة فوق كفل أي في قدري بقول الله سبحانه وتعالى سورة النساء آية 4-3 الله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. على أب جنابة زلو تايو أم مسجد قف كبل أي في قدنيو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أمنا عائشة لا يحل المساجد لحائد ولا جنب. المسجد قف نقطبلو حائد يخون ويكا جنوب زلو أي في قدنيو كمتي أبكاد حديث أم عادية رسول عليه الصلاة والسلام قالت وون أب صلاة العيد فليعتزلنا مصلى كابت صلاة إرحاقا جن التخيرنا المسلمين فا يسمع زبلو رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا تودع من عليه حدث أكبر جاز له لبث في المسجد لقوله عطاء رأيت رجلا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا تودعوا وضوء صلاة والحكمة من هذا وضوء تخفيف الجنابة. طيب المؤلف حفظه الله جن حدث جنابة له وضوء دحر غيره أم مسجد كف كبدي خيري بقول عطاء ابن رباح تابع الجليل رحمه الله. طيب رأيت رجالا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك تبعت يوقف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بإيه يجلسون في المسجد وهم مجنبون أم مسجد كوف يبلو جن جنابا له جن انتا يقبرو يتودعون وضوء الصلاة كنتين الصلاة يقبرو وضوء يقبرو تخفيفا نتي زلو نقرات نقف كسوو وضوء غير كاجن أم مسجد كوف خايبل كمتي عطاء ابن أبي رباح يقولوا رحمه الله تابع الجليل رأيت رجالا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دق تبعتيو راب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بيه تايو جنابان كلهم جن توديهم وضو غيرهم مسجد زعاتو ابن. وكذلك يجوز لمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد الحضور منه من غير الجلوس فيه ويكا أفت مسجد كحلف نحر قينو كوف كيبدا أفت مسجد كوف كيبدا أفت مسجد نحر حليفو سجن يقولون كم في رب سبحانه وتعالى بسورة النساء آية 4-3 زبوله إلا عابر السبيل زيكا التمقدي زحلف. قمخا لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائد ولا جنب. نتيا مسجد كوف مباز خلكل انتاي حيد زلو ويكا جنابة زلو يبدو الرسول عليه الصلاة والسلام قن محلاف نحرقينو قن تسقم يقول. وكذلك مسلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء. أفتي
ቦታ ዝስገደሉ ቦታ እንታይ እዩ ኮፍ ክብል ኣይፍቀደን እዩ ክሳብ ወዶ ዝገብር ጀናባ ዘለዎ ወየጁዙ ለሁ ሙሩሩ ሚንሁ ብኡ ክሓልፍ ግን ፀገም የብሉን ከምቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝበልዎ ወልየዕተዚልና ሒድ ልሙሰላ እቲ ሰግድሉ ሰባት እንታይ እዩ ንሱ ክእለያ ኣለዋ ይብል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኣብዚ ይኣኽለና ናይ لوم درسنا هذا والله أعلم فإن أخطأت فمني ومن الشيطان فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين